السلام عليكم ورحمة الله حياك الله. وبركاته. السلام ورحمة الله. عذرا خليناك تنتظر، نعتذر. حياك الله شيخنا، شلونك؟ عساك بخير. الله حيا الله يحفظكم. جميع الأخوة اللي خير وياك. إذا أنتم بخير. يا الله بعد عمري. يحفظكم. الله يحفظكم شيخنا. أنا عندي استفسار إذا تسمح لي. خدمتكم إن شاء الله. ربي نستغل وجودك ويانا. خادم. الله يحفظك. في سورة النساء الآية 165 الله سبحانه وتعالى يقول: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. والله سبحانه وتعالى يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أنا سؤالي هنا يا شيخنا المحترم: 1200 سنة أين هداية المهدي للناس؟ أين أمره بمعروف؟ أين نهيه عن المنكر؟ أين موافقته للقرآن الكريم؟ أتمنى من عندك إجابة واضحة إن شاء الله. تفضل شيخنا. جناب السيد، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب عيني أم واجب كفائي؟ لا، أكيد هذا واجب عيني على الأئمة عليهم السلام، لأن هدايتهم أمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على الأئمة عليهم السلام. وين الآية اللي تحث العالم؟ أنت قلت المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وأنت تكلمت بلا دليل، مجرد سرد وما قدم الدليل. شيخنا المحترم، أنا قاعد أقول لك الله سبحانه وتعالى يحث على إقامة فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والله سبحانه وتعالى يقول في سورة البقرة: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. والنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله يقول: العلماء رجلان، رجل عالم أخذ بعلمه فهذا ناج، وعالم كتم علمه فهذا هالك، وإن أهل النار ليتأذون من ريح العالم الكاتم لعلمه. أنا قاعد أسألك يا شيخنا المحترم، علم الإمام المهدي عليه السلام طيلة 1200 سنة وين علمه؟ تفضل اعطيني علمه يا شيخنا. موجود علمه، ولكن ليس بصيغة مباشرة، فالعلم يخرج من الإمام عن طريق السفراء الأربعة في زمن الغيبة، وعن طريق نوابه الفقهاء في زمن الغيبة الكبرى. يعني الآن أنت تقصد بأن الآن المراجع هم نواب المهدي يظهرون علم المهدي، صحيح هذا كلامك؟ أحسنتم، صحيح. بارك الله بك. وعندما رجعنا إلى المراجع والعلماء الأفاضل وجدناهم أحدهم يطعن بالآخر. السيد الصدر رحمه الله يتهم السيد السيستاني بأنه عميل وبحثي، والسيد كمال الحيدري يتهم السيد الصدر بأنه مجنون ومخبل، والعلماء أحدهم يطعن بالآخر. وكذلك السيد الحكيم يقول عن مقتدى الصدر بأنه لا أصل ولا فصل عنده. فكيف الإمام المهدي؟ فكيف من المنطق والعقل أن المراجع العدول العلماء أحدهم يطعن بالآخر؟ اسمع، ما ذكرتهم ليس كلهم عدول. العلوم، علوم أهل البيت وعلوم الإمام المهدي منشورة وهم يستنبطون منها. أين هي علوم الإمام المهدي يا شيخنا؟ أنت تقول علوم المهدي عند المراجع، رحنا للمراجع حبيبي، موجودة في روايات، ما يسمع، موجودة في روايات أهل البيت عليهم السلام. أهل البيت عليهم السلام، كل عالم من علماء أهل البيت عليهم السلام له خصوصية وأدى دوره. أما المهدي ما شفنا له خصوصية وما أدى دوره، فلا يصح أن ننسب علم الأئمة عليهم السلام للمهدي. المهدي مرجون لحادثة أعظم من هذه العقول التي تنكر وجوده وتنكر علميته. يعني قضية أرجى وأوسع من عقلية الصرخي وغير الصرخي وما شابه. لا يتسع لها عقل محمود الصرخي الصهيوني العميل. فلذلك ينشر المحترم، أنا قاعد أبحث عن علم الإمام حتى أقتدي بعلم الإمام. أين علم الإمام؟ صوتك راح شيخنا الحبيب، صوتك راح. صوت راح. اي نعم. اسمعني هسه. اي نعم، انا الان اسمعك. تفضل اعطينا اين علم الامام؟ وماذا قدم من علوم للامه الاسلاميه طيله 1200 سنه؟
قدم الكثير، ليس ما يستوعبه. قدم التوجيه باتباع العلماء، وهذه منفعة كبيرة للأمة. اتباع العلماء ثابت في القرآن الكريم يا شيخنا المحترم. ومن قال فأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا. يا شيخنا المحترم أنت قلت أنه أوصى بالعلماء، والعلماء أنت اتهمتهم قلت مو كلهم عدول. شلون راح نحل هذا؟ ما ذكرتهم أنت ليسوا بعدول. ذكرت الجميع، أنا ذكرت الحكيم وذكرت الصدر وذكرت السيستاني وذكرت الحيدري، كلهم ذكرتهم. اسمع، ذكرت أن السيد الحكيم قال عن مقتدى، ومقتدى ليس بمرجع. قال عنه بلا أصل ولا فصل، طعن بشرفه، لا أصل ولا فصل. قال عنه لا، ما قال بلا أصل لا أصل ولا فصل. استمع يا شيخنا المحترم، قال هذا السيد الحكيم يقول مقتدى صدر لا أصل ولا فصل، اتهم بعرضا بشرفه. قال لهذا الشاعر انه مقتدى صغير بالعمر او كذا، لا يصح ان يعطى هكذا. قال مقتدى لا اصل ولا فصل. استمع استمع. وطبقا من بعض المراجع ما نفرق بين السيستاني الحكيم ومقتدى، وما نخلي التكفل. اوقف. سمعت يا شيخنا؟ مقتدى طفل جاهل مخربط ما له أصل ما له فصل. كيف يرجع المهدي إلى علماء أحدهم يطعن بالآخر وبشرف الآخر؟ هل من الحكمة ومن العقل؟ حبيبي لعله يقصد الأصل العلمي وليس الأصل النسبي. جيد، أتفق وياك، الأصل العلمي. إذن أبوه ما عنده أصل علمي، فكيف يكون نائب الإمام ما عنده أصل علمي؟ وين الإمام المهدي حتى يحل هذه الإشكالية؟ تفضل. ما يحتاج وجود إمام لحل إشكاليات. يعني قبل النبي كانت تحل الإشكاليات على يد عبد المطلب. جيد، يعني يشترط وجود. أنت يا شيخنا المحترم، إذن الآن أصبح وجود المهدي حلقة زائدة لا فائدة منه. لا ليش نزل؟ لا ليش نزل؟ شيخنا لا خلي صار لي ساعة صابر عليه.